السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين واحلى صحاب واحلى عيلة. ان شاء الله النهاردة هنعمل نعمل محشي محشي بطريقة بس هتعجبكم جدا 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 جدا. جدا بس ما جدا تنسوش لايك لايك وسكربات وشير وسكربات وسبسكرايب لقناة هيبو كيتشن. كيتشن. واللي لسه ما يعرفنيش واول مرة يشوفني، انا اسمي هبة. انا هبة بس زي ما تعودنا في اي آمن فيديو في فيديو هنسمي الله ونصلي نسمع على الرسول. الرسول اللهم صل صلي وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم. أول حاجة هنعمل إيه؟ هنعمل كروم. إحنا هنعمل كذا نوع، بس أول حاجة هنبدأ بالكروم. طبعا في ناس كتير قوي بتحبه وبتعشقه، بس ما بتعرفش تعمله، ما بتعرفش تسلقه، ما بتعرفش تقطعه. فأنا إن شاء الله النهاردة هحاول أوريكم إزاي يتعمل ويتقطع وكده. بصوا زي ما انتوا كده شايفين، انا بقطعها ازاي. شايفين الكرنبايه؟ انا جبتها وغسلتها من بره حلو وشلت الورق الاخضر، وهبدا اجيب بالسكينه افتحها منين يا بنات؟ افتحها من النص كده. شايفين الحته اللي هي الراس اللي في النص دي؟ انا بقطعها وبشيلها خالص. ليه؟ لان انا هسلق الكرنبايه بحالها عشان اوفر وقت ومجهود، بدل ما اقطع واحده واحده واسلق، لا، مره واحده. بصوا شايفين انا شلتها ازاي؟ طبعًا أنا باحط مَيّة على النار، مجرد ما هتغلي باحط لها إيه، بانزّل لها ملح وكمون. لو كمون حصى يبقى يُستحسن طبعًا، بس لو كمون ناعم برضه ما فيش مشكلة، بس هو اللي أنا باحطه ملح وكمون. بُصّوا أنا باقطّعها إزاي، بافتّحها من جوّه كده عشان المَيّة تخش في الورق، ومجرد ما هانزّلها هاورّيكم أنا هاعملها إزاي. هي مجرد ما تبدأ آآ تستوي من برّه أو تتسلق من برّه هتفكِّك لوحديها. أنتم هتقولي إيه ده وإزاي وبُصّي الحلة؟ لأ بُصّوا اتفرّجوا عليّا كده واحدة، واحدة. بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده كل شوية هابدأ أحرّكها، كل 5 دقايق هابدأ أحرّكها بحيث إن هي تفُك منّي. أول حاجة بانزّل إيه، بانزّل الأول الجزء اللي إحنا اتفتح مننا. بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده. بُصّوا لمّا بتبدأ تستوي يا بنات بيبدأ الورق يفُك من بعضه. بُصّوا الورق بيفُك من بعضه إزاي، شايفين؟ لوحده كده. بُص هي كانت مقفولة إزاي وماسكة وناشفة، مجرد بقى ما الورق بتلفي واحدة، 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 واحدة كده زي ما أنتم شايفين بيبدأ يتسلق ويستوي. أنا اللي أحس إن هي مش ما اتسلقتش أوي لسه عايزة تتسلق شوية، ممكن أحطها زي الورقة دي كده، حسيت إن هي لأ لسه شوية، فنزّلتها إيه جنب الكرنباية. بُصّوا دي الطريقة دي أسهل طريقة. شايفين بُصّوا بعد أمّا بُص 3 أرباعها اتسلق إزاي، شايفين بيتفك إزاي منّي؟ بُصّوا. بُصّوا بتفُك إزاي واحدة، 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 واحدة بتفُك. شايفين يا بنات؟ أهي، واحدة، واحدة بتفُك إزاي، ما فيش أسهل من كده. هنعمل الخلطة بتاعتها. إيه هي الخلطة وإيه هي المقادير هنشوف مع بعض. هتجيبي بصلاية حلوة كده كبيرة، طبعًا على حسب مقدار المحشي، أو بصلتين، 3 على حسب كمية المحشي. يعني أنا مثلًا هاعمل قد زي ما أنتم شايفين الكرنباية دي مش كبيرة أوي، وهاعمل كام ورقة وهاعمل كوسة، نُص كوسة مثلًا ونُص بدنجان وكام واحدة فلفل. استخدمت كده بتاع كيلو رز. عليهم قد إيه، عليهم بصلتين حلوين كبار. هافرمهم الأول في الكبة أو تبشريهم عادي لو أنتِ ما عندكيش كبة. هافرمهم ناعم زي ما أنتم شايفين كده، تمام. وهانزل عليهم بإيه تاني، مش هانزل عليهم بحاجة. هاجيب طاسة أو حلة على النار، أحط فيها معلقتين كده سمنة حلوين كبار وشوية زيت. ليه باحط سمنة وزيت؟ بيدّي طعم حلو. عايزة تعمليه بالزيت بس ما فيش مشكلة. وهانزل عليهم بالبصلة زي ما أنتم شايفين، وهابدأ أحمّرها. هانزل عليهم بإيه، بشوية ملح ومعلقة ملح كده، معلقة فلفل أسود، وإيه تاني، وهاحط واحدة ماجي. طبعًا للي حابب، للي مش حابب ممكن يستغنى عن الماجي، بس أنا باحس إن هي بتدّيها طعم. أنا حطيت 2 عشان كمية الإيه، كمية الحشوة اللي أنا هاحشيها كلّها. وهاحط إيه تاني، معلقة ال7 بهارات. فاكرين يا بنات ال7 بهارات؟ بُص دي بتخش معايا في كل الأكلات. أنا برضه هاسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف تحت، بحيث إن اللي يحب يخش يشوف بتتعمل إزاي ال7 بهارات، يخش ويتفرّج عليها. هاجيب طماطم قد إيه، يعني مثلًا قولي كيلو طماطم كده حلوين. هتبدئي برضه تفرمي في نفس الكبة اللي أنا عملت فيها البصل، هابدأ أفرم الطماطم. عايزة تضربيها برضه في الخلاط ما فيش أي مشاكل. حابة بقى تحطي صلصة،
حابة ما تحطيش بس مع الطماطم، زي ما انت عايزة برضو. بصي انا هفرمها حلو، وبعد كده البصلة يا بنات هخليها تحمر، يعني تصفر كده حلو بس ما تتحرقش. مجرد ما تصفر كده وتدينا اللون الذهبي هبدأ انزل بايه، هبدأ انزل بفلفل. لو انتوا حاطين، انا احط قرن فلفل سبايسي كده. بصوا البصلة يا دوب احمرت اهي، هبدأ انزل بايه، بقرن فلفل سبايسي. انتوا مش عايزينه برضو ده اختياري، ممكن تحطي فلفل بارد، يعني ده ما كانش حراق قوي، لا حراق قوي ولا بارد قوي، كان وسط. انت عايزه سبايسي قوي حطي، عايزاه البارد مفيش اي مشكله. بيدي طعم كده ونكهه حلوه يعني بصراحه، يعني لما بيتحط له قرن فلفل بيودي المحشي كده في حته تانية. بس لو في اطفال يبقى ايه نستغنى عنه. برضو يا دوب هنشوحه شويه مع البصله، وهبدا انزل بايه، هنزل بالطماطم اللي احنا اللي احنا ضربناها في الكب. مجرد ما هتتسبك، بصوا بعد ما نزلتها كده هحط لها برضو كوبايه ميه صغيره كده، عشان حسيت ان الطماطم كتير. في اللحظه دي بقول لكم يا بنات، لو عندك صلصه وعايزه تحطي صلصه حطي، مش عايزه واستكفيتي بالطماطم برضو مفيش مشكله. هتبداي تقلبيها وعلى نار عاليه، اول ما تبدا تغلي وطي عليها وسيبيها بقى تتسبك شويه. اعرف منين اللي هي اتسبكت يا بنات؟ هتتلاقي الايدام بتاعها او السمنه او الزيت اللي انت حطاها فوق الوش كده، يبقى اتسبكت. بص انا نزلت معلقه صلصه، واحط كمان معلقتين بابريكا، برضو بيدي لون وطعم حلو. كل الإضافات دي طبعًا بتخلّي المحشي بيروح في حتّة تانية. تمام، أنا هاضبّط الملح بتاعه، وهابدأ بقى أسيبهم يتسبّكوا براحتهم. هابدأ بقى أنا أقطّع الورق، وهابدأ أعمل إيه تاني، الكوسة هابدأ أقوّرها، والبتنجان والفلفل. تمام، تمام يا بنات هاورّيكم بقى. طبعًا أهو الرُز، زي ما أنا قُلت لكم مثلًا كيلو رُز، هنبدأ نعمل إيه بقى، نحُط عليه الخضرة. بُصّوا أنا قطّعت الورق العنب، سوري، قطّعت الكرنباية. معلش الحتّة اللي أنا باقطّع فيها كنت عايزة أورّيها لكم، بس هي اتحذفت منّي غصبٍ عني. عايزة أورّيكم إزاي باقطّعه، بس معلش ملحوقة، هاعمل لكم تاني إن شاء الله، فيديو تاني عن الكرنب. بُصّوا الصلصة متسبّكة إزاي، هابدأ أنزّل بقى حبّة، وأبدأ أنزّل الخضرة. إيه الخضرة بتاعتي، شبت وبقدونس وكزبرة. برضه بيخلّوا الطعم للمحشي خطير. يعني اللي يقول لِك لأ ما باحبش مثلًا أحط بقدونس، لأ ما باحبش كزبرة، لأ، هو المحشي بيتعمل كده. تبدئي تضبّطيه ملحه وفلفله، وتبدئي بقى تنزلي بإيه، تبدئي بقى تحشي. أنا بقى لمّا باحشي يا بنات باحط في الحلة في ناس بتحط في الحلة القلب بتاع الكوسة، وتبدأ تحط عليه. في ناس بتحط مثلًا في المحشي الكرنباية بتحط ورق الأخضر، أنا لأ، باحط بصل و وطماطم، عشان يعني الصوص ممكن اللي تحت تبدئي تاكليه، يعني مع السِوَى ممكن تبدئي تاكليه. وباحط كمان شوية خضرة، بيبقى طعم حلو كده المحشي، الحاجات اللي تحت اللي أنا حطيتها، البصل والطماطم والخضرة، بيبدأ يطلع على المحشي من برّه، بيبقى لأ بيبقى طعمه حلو الصراحة. جرّبي كده، بدل ما تحطي القلب بتاع الكوسة، جرّبي حطي بصلاية وطماطماية وشوية خضرة، هيبقى طعمه حلو أوي. برضه باعمل كده في الكرنب، باحط برضه بصلاية وطماطماية و وشوية خضرة، وباملّحه بقى بشوية ملح. تمام، هابدأ أحشي. بُصّوا أنا ما باحشيش للآخر ليه يا بنات، عشان يستوي معانا، باسيب زي عُقلة كده في البدنجان أو الكوسة أو الفلفل الكُبّي، عشان يبدأ يستوي معانا، عشان الرز ده بينفش تاني معانا، فأدّي مساحة للرُزاية إن هي تستوي حلو. لو تَكّة برضه، لو أنتِ مليتيها للآخر الرز مش هيستوي معاكِ من جوّه، وهتلاقيه طالع من برّه كده وشكله مش حلو، يعني المحشي هيبقى شكله مش حلو، فأنا بادّي مساحة للرز إن هي تستوي. دي ممكن ناس برضه ما تعرفهاش، البنات الجداد اللي ما يعرفوش لسه يعملوا المحشي، أو لسه داخلين المطبخ جديد، التكات دي بتفرق. بُصّوا مش عارفة ليه أنا مسيطر معايا ورق العنب، شكلي عايزة آكل ورق عنب. المهم بُصّوا الكرنباية أنا لمّا باجي باحشي، بُصّوا باسيب باسيب من الحروف حتّة، ما باملاهاش أوي الورقة. ليه؟ عشان برضه تستوي، شايفين؟ وعشان ما يطلعش من الحروف الرز. بُصّوا تحسّي إن هو فاضي، يعني الحرف ده والحرف ده زي ما أنتم شايفين فاضي، وبالفّها حلو. بُصّوا هي ما بتفُكِّش منّي إزاي،
وشايفين قطعة الورق قد ايه صغيرة ازاي. اهم حاجة لا تحطي كتير ورق عنب، برضو ورق عنب في حاجة غلط. لا تحشي كتير في الكوسة والبدنجان والفلفل، ولا في ايه يا بنات، ولا في الكرنبايه نفسها، ولا حتى في الورق العنب. يعني لازم تسيبي براحه عشان الرز يستوي. انا هسقيه بايه؟ عندك شوربه مفيش مشكله، ما عندكيش فانا هجيب شويه ميه، كوبايه ميه على معلقه صلصه على واحده ماجي كده على معلقه سمنه. معلقه سمنه هتلاقي طعم حلو، تديله طعم حلو كده احسن من ما تحطيش. جربي حطي كده معلقه سمنه مع التتبيله اللي انا بقولك عليها. لو عندك شوربه حطي، مش هتقولك لا. وزودي برضو عليها معلقه سمنه، وحطي عليها واحده ماجي لو هي مش حادقه. لكن لو هي حادقه فمش هتضطري انك ما تحطيش الماجي. وحطي عليها معلقه صلصه. شايفين يا بنات؟ بصوا انا بقى كمان لما باجي بحط الميه بتاعته، بص انا يعني مش بغطي الكرنبايه، لا انا بسيب فراغ. بصوا يعني هو ايه، 3/4 يعني. بص هي مش للاخر، شايفين؟ وبرضو الكوسه والورق عنب برضو انا مش حاطه ميه للاخر، انا حاطه ميه مثلا نص الحله ميه. وفي المحشي الكرنب بنفس النظام. انتوا شايفين المحشي باين اهو. لكن لو غرقتيه قوي ومليتيها وغطيتيه هيستوي بزياده وهيبقى معجن معاكي. فاحنا عايزين حاجه تطلع مظبوطه. فدلوقتي هسمعكم صوت الشيف الصغير وهو بس بنات بيتكلم على الاكل. شايفين؟ بس الجبنات يا بنات، شايفين يا بنات جميل ازاي؟ شايفين؟ بصوا شايفين اهو، بصوا شايفين يا جماعة؟ بصوا هاتوا سمعتوا بقى الشيف الصغير وهو بيقول شايفين الجمال وهتدوقوا انا حبيت اوريكم بس رأيه وان هو معجب بالمحشي. شايفين؟ بصوا المحشي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وكومنت حلو منكم، بيعجبني وبيفرحني وبيسعدني. شايفين استوى ازاي؟ شايفين؟ بصوا الكوسه استوت والبدنجان استوى والكرنب استوى والفلفل. يا رب تكونوا استفدتوا من حاجه من الفيديو دوت، ومتكونوش زهقتوا من الشيف الصغير وهو دايما بيتكلم معايا. لو عجبكم ان هو يتكلم معايا اكتبوا لي في الكومنتات كده ان انتوا عايزين تسمعوا صوته على طول. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة تانية. بس يلا بينا على المعلومة على الماشي اللي قلنا دايما هنخليها في اخر كل فيديو. معلومة ان شاء الله هتفيدكم. يلا بينا. معلومتنا النهاردة ان شاء الله عن الفلفل الرومي او الفلفل الكوبي زي ما بتقولوا عندكم. الفلفل الرومي بيخلص الجسم من الوزن بسبب السعرات الحرارية القليلة اللي فيه. بيحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي اللي بيحافظ على الجهاز المناعي وعلى نضارة البشرة. تالت حاجة يا بنات بيحتوي على مضادات أكسدة كبيرة. رابع حاجة بيساعد على الوقاية من أمراض القلب، وبيساعد على تحسين الحالة المزاجية للإنسان. يلا بقى كل واحد فيكم يجيب فلفل أخضر ويبدأ ياكله، لأن فعلا فيه فوائد كبيرة جدا جدا. يا رب المعلومة بتاعت النهاردة تكون أفادتكم. إن شاء الله أشوفكم في معلومة تانية في فيديو جديد. أشوفكم على خير. باي باي، مع السلامة.